السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. في الفيديو بتاعنا النهارده هنشاهد مصرية بتتكلم بالدرجة المغربية يا جماعة عن اللغة المغربية، وهنشاهد مصرية بتتكلم بالدرجة المغربية ومبسوطة جدا إن هي بتتحدث بالدرجة المغربية، وبصراحة يا بختها يا جماعة لأن اللي اتعلم مغربي ده لغة الملوك يا جدعان، لغة الملوك. فتخيل لما مصرية تتقن الدرجة المغربية، فدي حاجة جميلة جدا. وأجمل حاجة كمان إن مغربي كمان هو اللي بيعلمها ازاي تتكلم بالمغربي يا جماعه. واجمل حاجه كمان ان ثقافه الدرجه المغربيه دي ثقافه جميله جدا، ومعروف ان المغرب يا جماعه بلد مثقفه متنوعه الثقافات، بيتكلموا اكتر من لغه واكتر من لهجه، ولغتهم جميله جدا. ولغتهم كمان منها كلمات جايه من القران الكريم، لغتهم كمان يا جماعه منهم كلمات من الدرجه دي جايه من القران الكريم نفسه يا جماعه. فبصراحه الواحد لما يعرف ثقافه جميله وثقافه جديده ويتكلم الدرجه المغربيه، فدي حاجه جميله جدا بتخلي الواحد كده مميز. يعني لو نزل كده ارض المغرب وبيتكلم بالدرجه كده، بتحس ان هو يعني فخور ومبسوط ان هو بيتكلم اللغه دي او الدرجه دي يا جماعه. لكن تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف الفيديو ونشوف المصريه وهي بتتكلم بالدرجه المغربيه. يلا بينا. بعض اللهجات متشابهة ويمكن تعلمها بسرعة، لكن بعضها الآخر مختلف تماما، كاللهجة المصرية والمغربية مثلا. لكن الفتاة المصرية ميساء خليفة تحولت إلى حديث المغاربة بسبب مهارتها في التحدث باللهجة المغربية الدارجة، بعد فيديو انتشر لها مع اليوتيوبر المغربي الشهير الزبير الهلال، التي عبرت من خلالها عن عشقها الكبير للمغرب رغم أنها لم تزره أبدا. ديجا غير بوحدي في الدار مع راسي، وزعما زعما بطبيعه الحال كنت كنمشي لصحابي، كان عندي لي زامي بزاف من المغرب لي صابيط العيبان. ميساء متمكنة من اللهجة المغربية، وقد حصدت إعجاب العديد من النشطاء المغاربة الذين أشادوا بمدى حبها لبلادهم، ومن رأى أنها تستحق الحصول على الجنسية المغربية. على سبيل المثال يقول أحد المعلقين: صراحة بحال هادشي اللي بغيناه، الشعوب العربية والإسلامية تنصهر في بعضها البعض، وفي اللهجات واللغات، في الثقافات والتاريخ. أيضا من علق: نتمنى من سفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر أن تهدي هذه المصرية رحلة سياحية إلى المملكة. ننتقل إلى تعليق جديد وفيه: ميساء يجب أن يتم منحها جنسية مغربية، فلسانها نصفه مصري ونصفه مغربي. اخوان تلاقينا بواحد السيده اللي ماشي عاديه، قسما بالله انا نعاود لكم الاسطوار ديالها في الستوري الجاي. واحد السيده مصريه عمرها زارت المغرب وكتموت على المغرب، لدرجه انها كتهضر بالدارجه مغربيه كوريكتومون ما تعرفش، وكتهضر بالريفيه وكتهضر بالامازيغيه. ميساء اختي كي دايره؟ كلشي مزيان؟ مزيان الحمد لله. لاباس عليك؟ لاباس. كي دايره مع الصحه؟ صحيحه لاباس. نهار كبير هذا، النهار كبير لي انا والله، تشرف لي نيت، ما تصورش انا شحال كنتسنى هذا النهار هذا. واش عمرك مشيتي للمغرب؟ لا ما عمرني مشيت للمغرب، والاصل ديالي راه ماشي مغربيه، حيت ديما كيقول لي الوالده مغربيه. لا انا اصل ديالي مصري ابا عن جد، ما عمرني مشيت للمغرب، كنتمنى نمشي للمغرب هاد 12 عام. شو بعد التليفونات دايره؟ وكيفاش تعلمتي الداري هذه؟ ستوري جي، هذا راه برنامج عندي تولك شو الزبير داروي. ستوري جي سؤال اخر نسولك: كيفاش تعلمتي الدارجه؟ باش تعلمتيها؟ شكون اللي علمك؟ زعما تعلمت الدارجه غير بوحدي في الدار مع راسي، وزعما زعما بطبيعه الحال كنت كنمشي لصحابي، كان عندي لي زامي بزاف من المغرب. لي صابيط العيبان. كانوا كيعاونوني. انت كتبغي المغرب بزاف، كتبغي لدرجه كبيره. كنموت على المغرب واحد الدرجه حتى حد ما يقدر يتصورها في حياته. لاباس دار بلاتو لاباس انا هي دار. اكثر مصريه غتلاقى بها في حياتك كتبغي المغرب اكثر من اي حد. انا عندي كنعرف شي كلمات صغار بالامازيغي ماشي بزاف. اش ازول الزول لاباس دار. نحمد اسدي ربي نشكرست. زي ما احنا سامعين الفيديو يا جماعه، شفتوا قد ايه المصريه مبسوطه ومبهوره جدا ان هي بتتكلم بالطريقه المغربيه او باللهجه المغربيه او الدرجه المغربيه. لغه جميله جدا يا جماعه. اللغه او الدرجه المغربيه بتتكلم لغه عربيه، بس الدرجه المغربيه جميله جدا. واكتر حاجه التنوع اللي موجود كمان، وبتتكلم كمان بالامازيغي. مش اي حد يتكلم امازيغي، يعني مش اي حد يا جماعه يتكلم اللغه الامازيغيه. ده ثقافه تانية وفكر تاني يخليك في حته تانية ويخليك متميز.
ويخليك متميز. والواحد بصراحه بيحب الواحد او بيحب الشباب اللي هو يفكر ان هو يطور من ثقافته ويطور من معرفته بالاخرين. فلازم ان احنا نحتك بكل الدول. اللي عايز يتثقف وعايز يبقى ثقافته عاليه لازم يحتك بكل حاجه يا جماعه. زي طبعا انك تحتك بالمغرب وتعرف طبعا الكلام او الدرجه المغربيه بيقولوا ايه وبيتكلموا ازاي ومعنى الكلام ازاي، والكلام عندهم بيبقى عامل ازاي، واحنا عندنا الكلمه عندنا بتعرف الفرق ما بين الكلمه هنا والكلمه هنا، وتحاول تشوف طبعا وتعرف على الثقافه هنا والثقافه هنا. فبصراحه دي ميزات جميله جدا لما تعرف ثقافات مختلفه زي اللي موجوده في المغرب. واجمل حاجه كمان ان المغرب يا جماعه بنشاهد اجانب بينزلوا ارض المغرب بيتعلموا يتكلموا بالدرجه المغربيه، وبنشاهد من كل حته سواء كوريين يابانيين امريكان، كل اللي بيجي ارض المغرب يا جماعه بيحب الدرجه دي ويحب اللي هو يتكلم بالدرجه المغربيه. فاحنا كدول عربيه المفروض احنا نكون اوائل الناس اللي احنا نروح نتعلم الدرجه المغربيه ونفهم طبعا ثقافات اخواتنا من المغرب زي ما احنا بنشوف في الفيديو بتاعنا النهارده. وبصراحه فيديو جميل جدا. نكمل مع بعض الفيديو. اماك مين والله نتايا الان والله تا وبوحدها والله تا بوحدها. اختي ميساء شكرا بزاف وشرف ليا. انت بين مشيتي للمغرب اش ديتي وكي وغادا تسخفي وكيعجبك بزاف. كنموت ماشي كيعجبني المغرب، ماشي كيعجبني المغرب راه بلادي ورشيني. هروح وهعيش في المغرب وهتجوز مغربي ان شاء الله وهخلف عيالي هيكونوا مغاربه وهاخد الجنسيه المغربيه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. وقلبها بالدارجه دغيا عاودتي بالدارجه دغيا غادي نمشي للمغرب غنتزوج المغربي ولادي غيكونوا مغاربه غنشد الجنسيه دغيا. ناري كتهضر بالدارجه احسن من صابيره. فاش كتفرج الفيديوهات ديالك كتسمي بالضحك الله رباك براسك كنبقى جالسه مع راسي كتفرج زعما الفيديوهات المغربيه ديالك خوتي تبقى يقول علاش كضحك انتيا وحنا ما كنفهموا والو. الله يحفظك. انا جالسه غير كنموت بالضحك. الله يحفظك. الله يحفظك. كنبغيك شحال هادي والله لا شرف لي. الله يحفظك. شكرا. امين. الله يحفظك. تحسبيني. الله يحفظك. شرف لي والله. الله يكرهك. كانوا كيعاونوني. انت كتبغي المغرب بزاف. كتبغي لدرجه كبيره. كنموت على المغرب واحد الدرجه حتى حد ما يقدر يتصورها في حياته. لاباس دار بلاتو انا هي اكثر مصريه غتلاقى بها في حياتك كتبغي المغرب اكثر من اي حد. انا عندي كنعرف شي كلمات صغار بالامازيغي ماشي بزاف. ازول لاباس دارك. نحمد اسدي ربي نشكراست. اماك مين والله نتايا الان والله تا وبوحدها والله تا بوحدها. اختي ميساء شكرا بزاف وشرف ليا. انت بين مشيتي للمغرب اش ديتي وكي وغادا تسخفي وكيعجبك بزاف. كنموت ماشي كيعجبني المغرب، ماشي كيعجبني المغرب راه بلادي. ورشيني. هروح وهعيش في المغرب وهتجوز مغربي ان شاء الله وهخلف عيالي هيكونوا مغاربه وهاخد الجنسيه المغربيه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. وقلبها بالدارجه دغيا عاودتي بالدارجه دغيا. غادي نمشي للمغرب غنتزوج المغربي ولادي غيكونوا مغاربه غنشد الجنسيه دغيا. ناري كتهضر بالدارجه احسن من صابيره. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، وشفنا طبعا المصريه وحديثها بالدرجه المغربيه وحديثها باللغه الامازيغيه، ودي ثقافات متنوعه ومختلفه في المغرب. واجمل حاجه ان المغرب فيها لهجات مختلفه بتتكلم بالعربيه الفصحى، بيتكلموا بالعربيه الفصحى، بيتكلموا بالانجليزي، بيتكلموا بالفرنسي، بيتكلموا بالامازيغي، بيتكلموا بالدرجه المغربيه. فشوف التنوع الثقافي اللي عند المغرب. ولو انت طلبت منه يتكلم لك بالمصري هيتكلم لك بالمصري، يتكلم لك بالخليجي، باللبناني. فهو شعب مثقف وشعب متنوع الثقافات. طبعا يا جماعه ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.